بقالك كتير قوي بتلعب بابجي وحاسس برضو ان مستواك قليل، حاسس ان انت مش عارف تحترف، تفتح تيك توك تفتح يوتيوب تلاقي العيال هناك مش طبيعيه، ده حرفيا ايه ده. كنت زيك على فكره في يوم من الايام، بس بعد ما لعبت المبات الواو اللي انا جايبها لك النهارده مش عايز اقول لك لعب عامل ازاي بجد، وبالذات المود الجديد ده حرفيا محتاج حد لعيب، حد يعني يكون بروفيشنال جدا في اللعبه. وعشان تكون لعيب هتلعب مبات الواو ديت مره في الاسبوع، مره واحده، مش هحتاج اكتر من كده. جايب لك مبات تحسن لك الهيد شوت، تحسن لك الايم من بعيد، تحسن لك البري فاير، تحسن لك الكلوز، تحسن لك نايس ايه، حرفيا كل حاجه. وانتوا عارفين ان انا ما بجيبلكوش اي حاجه، المبات دي روعه طبعا وانا جربتها كتير قوي ومحتاج برضه انتوا تجربوها. بس الاول حط لايك وسبسكرايب، ما بحبش اطول كتير في الفيديو. يلا نبدا باول ماب على طول. اول مابا دي هتعلمك ازاي تستخدم الكفر بشكل احترافي، تبايك يمين تبايك شمال فوق تحت، حرفيا هتطلع لعيب مستودع وكلاسيك برضه. الكود بتاع المابا 68405995، وده شكل المابا يا جدعان عشان تبحثوا عنها. واول ما بتدخل كده بتلاقي هنا شوب، تمام، بتشتري منه اي حاجه، مثلا ممكن نشتري اي كي ام، ممكن نشتري ام 4، وعلى طول تروح عند الكفر ده وتبدا بقى تلعب. حاول بقى تبيك بسكوب من غير سكوب وكده لفوق وتحت، وحاول تجرب حاجات كتير. وده الجزء البعيد من المابا، تعال نجربه. تاني مابا معانا يا جدعان. المابا دي تحفه، هتخليك حرفيا في الهيد شوت كده، انت هنا بقيت هنا، طول ما انت بتضرب في المابا دي اللي هيتحسب بس الهيد شوت. عشان كده بقول لك المابا دي هتحسنك كتير جدا. والكود بتاع المابا 145218. المابا بيبقى عامل شكلها كده، بيبقى فيه مربع في النص كده، والمربع ده الولد بيبقى مستنيك ورا المربع، فبتبدا تفايت فيه بقى من ورا الايه الكلوز كده. اكيد انت شايف الهيدشوتات، لو انصحك نصيحه واحده، اضرب فوق راس الخصم، يا ريت بجد تعمل كده. تالت مابا، والمابا دي مهمه جدا يا جدعان لاي لاعب بابجي بيلعب كلاسيك، تنفعك جدا في البطولات في السكريمات في كل حاجه. المابا دي هتخلي ايمك من بعيد نار، ولا هيخلي ايمك من بعيد نار كمان. فيديو الحساسيه وفيديو الاعدادات اللي لسه منزله، ادخل شوف القناه. والحلو فيها بقى ان هي فيها كل المسافات، من قريب من بعيد من جنب من فوق كده، فاهم. ده شكل المابا معانا يا جدعان. وبما ان نسيت اقول لكم الكود في الفيديو، هيبقى الكود هو 921558. دلوقتي هتلاقي عندك شوب، وهتلاقي عندك مستويات 2 مش عارف ايه، كل المستويات موجوده، ودي افضل الملحقات اللي ممكن تحطها على الام 4. ويلا بينا نبدا من بعيد كده. الايم من بعيد محتاج 3 4 طلقات بس مش اكتر. تعالى ناخد لنا حته سنايبر كده، نعمل بقى شويه لقطات. ودلوقتي هندخل المستوى اللي قريب شويه منه، وشوف ساعه ما تدخل بيدخلك في اقرب حته، فاهم، بيقرب شويه شويه، فاهم. وهنرجع تاني، هندخل هيوديك مكان ما انت جيت، تمام. تحاول بقى تقرب شويه كمان، تدخل الواحد مثلا، هيبان قدامك ايه اللعيبه قريبين.
التدريب اللي انت شايفه قدامك ده مهم جدا يا جدعان، وبيحسن ردة فعلك جامد جامد جامد، في ان كان بقى في الكلاسيك، ان كان في المستودع، ان كان في اي حته، اقسم بالله العظيم. والحلو فيه كمان ان البوتات بتطلع فجاه، فاهم؟ فانت ردة فعلك هتبقى تحفه. المابا دي بتدربك على الدوج حرفيا. انت لو عندك دوج وعندك ايم قوي خلاص انت كسبت اي سكواد كامل قدامك هتجيبه عادي، فاهم؟ الدوج يا جدعان كان في المستودع ولا الكلاسيك مهم جدا حرفيا، بعيد بقى انك ايمك قوي ولا لا، الدوج بينقذك في مواقف كتير جدا. عشان كده جبت لكم المابا دي، الكود بتاعها 6975594. المابا 1 في 1، وبيبقى قدامك كده حته ما تعرفش تعديها، بتبدا بقى تفايت. بتحسن الدوج بتاعك جدا، والشخص ده هيموتك عادي، فاهم؟ بس حاول بقى تكمل معاه. للناس اللي مش عارفه معنى ايه دوج، انك تروح يمين وشمال. كراوج يعني تنزل وتطلع فوق، فاهم كده؟ بس كفايه عليك قوي كده، يلا بقى نكمل الفيديو. خامس مابا معانا والاخيره، المابا دي يا جدعان تحفه بكل معنى الكلمه، بتشمل لك كل حاجه بقى. المابا دي لازم تجربها، لان فيها انك تعمل دوج وكراوج ومن بعيد ومن قريب ومن فوق ومن تحت ومن كل حته. حطيتها في الاخر لان لو انت مكسل اصلا تدخل المابات دي كلها ممكن تدخل المابا دي بس وخلاص. والحلو في المابا دي كمان ان هي فيها عربيات بتمشي، انت ممكن بقى تحسن قيمك مع العربيات، تحسن قيمك كده، فاهم؟ الدنيا حلوه. الكود بتاع المابا الاخيره 4777150. شكل ما بيبقى عامل كده، بيبقى فيه عربيات كده تمام، واول ما بتدخل بتلاقي فيه ايه وبي وسي تحت هما اللي بتتنقلك ما بين الجزيره. هننتقل لمكان بي ونشوف ايه الدنيا هناك كده. شوفوا زاويه تانية خالص يا جدعان. ونروح لسي، وده المكان بتاع الندات وكده، وعندك ندات اهي ممكن تاخد منها عادي، وتبدأ بقى ايه تحسن قيمك في النيد. التركية عشان تظبط قيمك بالظبط لازم تنزل العين شوية كده، ودي هتنفعك جدا. وبس في الاخر يعتبر دي اكتر 5 مابات انا لعبتهم وحسيت ان بفرق بعد ما لعبتهم، وانت برضه هتحس بفرق لو انت جربت تلعبهم لمده اسبوعين 3 كده. حرفيا هتحس انك احترفت وهتحب اللعبه جدا بعد ما تجرب المابات دي. ساعه واحده لعب في المابات دي هتخليك تتنقل من هنا لهنا زي ما انا قلت لك في اول الفيديو. مش محتاج منك دلوقتي غير انك تحط لايك وسبسكرايب وتقول لي افكار الفيديوهات الجايه لو انتم محتاجين مثلا فيديوهات اصلا
قولوا لي طيب افكار المحتوى. انا بتسحل في المحتوى حرفيا، اللي بيخليني ما انزلش ان انا ما عنديش افكار كتير. فقولوا لي افكار تحت في الكومنتات. وبس كده، كان دي نهايه حلقتنا النهارده. اشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامه.